ازيكم عاملين ايه؟ This is دكتور شيماء. كتير منكم لما بيجي يبدا دايت للاسف ما بيقدرش يكمل فيه للاخر. كتير قوي بيحصل لهم ضغط عصبي ونفسي شديد قوي، كمان في ناس بيقلب معاها باكتئاب وعياط، وفي اللي بيحصل له نهم وشراهه للاكل بس بطريقه مش طبيعيه. في كمان اللي بيخس كيلو مثلا وقصاده بيلاقي نفسه زاد 3 كيلو بعد فتره قصيره قوي. طب هل يا ترى المشكله هنا فين؟ يعني هل المشكله فيك انت؟ المشكله ان انت ارادتك قليله او ضعيفه، ولا انت مش ملتزم بما فيه الكفايه، ولا المشكله فين بالظبط؟ لو انتوا اول مره تشوفوني ما ننسوش تعملوا اشتراك في القناه وتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان نعرف المشاكل ونعرف كمان الحلول بتاعتنا، المفروض نعمل ايه عشان نقدر ان احنا نلتزم ونكمل في الدايت بتاعنا ويجيب معانا نتائج هايله. طيب مبدئيا احب اقولك ان المشكله مش فيك انت، المشكله عندك في المخ بتاعك، المشكله في الكيمياء بتاعت المخ بتاعتك. لازم تعرف ان الدايت مش موضوع انك تقلل الاكل او تمشي على النظام الفلاني ده وخلاص، لا هو الدايت مش كده. الدايت له ابعاد تانية كتير وفي حاجات كتير قوي لازم تعملها بمجرد ما تقرر انك تبدا دايت. لازم تعرف ان انت لو شخص بتاكل نشويات كتير او بتاكل سكريات كتير، فانت طبيعي لما تيجي تقطع كل ده مره واحده هتلاقي ان انت عندك ضغط نفسي رهيب واكتئاب رهيب، لان النشويات والسكر الكتير للمخ عندك ده بالنسبه له ادمان، حاجه الجسم بيدمنها والمخ بتاعك بيدمنها. فانك تقطع كل ده من الجسم بتاعك هتلاقي ظهرت عندك اعراض انسحاب للسكر او النشويات اللي انت كنت بتاخدها. ليه انا بقول كده؟ لان حالات الجوع والشراهه والنهم للاكل بالطريقه دي جسمك هو اللي بيعمل كده ومخك قاصد يعمل كده. ليه؟ لان ده نظام دفاع عن الجسم. جسمك بيحاول ان هو يدافع عن نفسه ضد النظام اللي انت بتحاول تمشيه عليه، فبالتالي بيبدأ ان هو يفرز هرمونز معينة عشان يخليك تاكل، عشان يرجع للسيت بوينت بتاعته، يرجع للنقطة اللي هو كان عندها. فيبدأ مخك يقولك طب ايه رايك ناخد حته من الدونتس دي، طب ايه رايك ناخد حته من الكنافه دي، الله دي طعمها حلو قوي وشكلها جميل قوي، وهكذا لحد ما تبدا فعلا انك تستجيب وتبدا انك تاخد فعلا بالتدريج، وواحده واحده تبدا انك ترجع للاكل اللي انت كنت بتاكله قبل كده وترجع للعادات بتاعتك الغلط مره تانية. المشكله مش فيك انت، المشكله في مخك، المشكله في الكيمياء بتاعت المخ بتاعتك. كانت متبرمجه بقالها سنين على عادات معينه وعلى حاجات معينه كنت انت بتعملها في نظامك، وفجاه قطعت كل ده وفجاه قررت انك تمشي على نظام مختلف تماما. فطبيعه الحال جسمك هيبدا ان هو يدافع عن نفسه بالطريقه دي. طبعا بعد ما تاخد حته الكنافه والدونتس وبعد كده تبدا تعك خالص، تبدا ان انت تحس بالندم وتقعد تلوم في نفسك وتخش في سايكل تانية خالص من العتاب واللوم على النفس وان انت تحمل نفسك فوق طاقتك. والسايكل دي لو انت دخلتها ما بتخلصش منها وما بتعرفش تخرج براها. كل دي عوامل بتاثر عليك لما بتيجي تعمل دايت. لازم تاهل نفسك نفسيا وعصبيا ان انت ناوي تعمل دايت، مش مجرد انك تاخد ورقه وتمشي على الدايت ده وخلاص، لا. طيب تعالوا مع بعض نعرف ايه الحل. اول حاجه لازم تعملها، والعاده دي لازم تعملها كل يوم الصبح اول ما تصحى من النوم، هي الامتنان. لازم كل يوم الصبح اول ما تصحى تذكر 3 حاجات موجودين في حياتك انت حاسس ناحيتهم بالامتنان. مهم قوي انك تحس بالرضا عن حاجات واجزاء معينه في حياتك، بدل ما انت حاسس بالغضب ومركز قوي في الحاجات اللي انت مش عاجباك. بس مهم قوي انك تفكر نفسك بالحاجات الكويسه والحلوه في حياتك. مهم قوي تعمل الخطوه دي كل يوم الصبح اول ما تصحى. الخطوه دي مع الاستمرار عليها صدقني هتفرق معاك قوي. تاني حاجه لازم تتكلم مع نفسك ولازم تفهم نفسك وتتفق معاها ان الدايت ده مش سحر، مش وزنك اللي انت زدته في سنين هتخسه في نفس اليوم اللي انت هتبدا فيه الدايت. لازم تفهم نفسك ان الدايت ده اسلوب حياه، عباره عن حاجات انت هتعملها عشان تفضل ماشي عليها طول حياتك، مش مجرد النهارده او بكره وبس، خصوصا لو انت عندك حاله مرضيه. مهم قوي في الوقت ده انك تفهم نفسك عقلك الباطن ان انت هتقسم الهدف بتاعك لاجزاء صغيره، مش هدف كبير. يعني مثلا انت مثلا عايز تخسر 15 كيلو من وزنك، مش لازم اقول ان انا هخسر 15 كيلو مره واحده، لا. قسم هدفك ده لاجزاء صغيره. الاجزاء الصغيره دي عقلك هيقدر يستوعب ان هي سهل الوصول ليها، غير الهدف الكبير اللي انت عايز تحققه. في النهايه طبعا هتوصل للهدف الكبير اللي انت عايزه، بس مهم قوي ان انت تهونها على نفسك شويه. رقم 3 لازم تتقبل التغيرات اللي حصلت في جسمك. يعني مثلا لو انت والده مثلا بقالك شهرين مثلا، فانت طبيعي حصل لك تغيرات في جسمك، لازم تتقبلي التغيرات دي. ده طبيعي يكون يبقى عندك بطن شويه، يبقى عندك زياده في الارداف او زياده في الدراع شويه، كل التغيرات دي طبيعي. هي اوكي مش عاجباكي، فاحنا هنبدا نعمل مجهود عشان نقدر ان احنا نغيرها، وهسعى ان انا اغيرها للشكل اللي انا عايزاه واللي انا هارضه بيه، وهبدا من النهارده مش هاجل، لا
انا هبدا من النهارده، فقوم ابدا من دلوقتي. رقم 4، لو انت من النوع اللي بيحصل لك نهم وشراهه للاكل بمجرد ما بتبدا دايت، اوعى ابدا تمشي على دايت قاسي او دايت يحسسك بالحرمان، لان الحاله دي عندك هتزيد ومش هتخليك قادر تكمل على اي نوع دايت ممكن تمشي عليه، وللاسف هترجع تاكل اكتر من الاول. رقم 5، لازم تأهل نفسك ان انت لازم تغير العادات الغلط اللي انت كنت ماشي عليها من سنين. لازم تعرف ان الدايت مش مجرد ورقه وقلم انت هتمشي عليها، لا، هي عباره عن عادات غلط وانت بتحاول تمشي على عادات صحيه اكتر وعادات صح غير اللي انت كنت ماشي عليها قبل كده. طبعا عشان تغير العادات دي ما ينفعش تغير كل عاداتك مره واحده، لانك كده مش هتقدر تكمل. لازم تقسم العادات دي، انت عارف نفسك، كل واحد فينا عارف نفسه، يشوف العادات الغلط اللي هو كان بيعملها ويبدأ يغيرها عادة عادة، يبدأ يركز مع عادة واحدة بس غلط كان بيعملها ويبدأ يعمل العادة الصح، ويبدأ ان هو يمشي على العادة الصح دي لفترة، لمدة 3 أسابيع، لمدة شهر، يصلح في عادة واحدة بس. ومع الوقت هيلاقي نفسه بدأ ان هو يطبق العادة دي من غير ما يحس، لانها خلاص بقت حاجة طبيعية في حياته. وبعد ما تبدأ انك تتعود عليها تشوف عادة تانية غلط انت كنت بتعملها وتبدأ انك تغيرها، وهكذا. لازم تقسم الحاجات بتاعتك او التغييرات اللي انت عايز تعملها تغييرات بسيطة لحاجات او اهداف بسيطة عشان تقدر انك تنفذها. مع الوقت هتلاقي الدنيا بقت احسن، وهتلاقي نفسك كل العادات الغلط اللي انت كنت بتعملها اتحولت لعادات صح، وبقت حاجات بتعملها من غير ما تحس. رقم 7، لازم تخلي بالك من مشاعرك كويس قوي، لان ممكن مشاعرك تخليك تاكل اكل عاطفي، وعشان ما تدخلش دايرة الاكل العاطفي لازم تفرغ المشاعر السلبية اللي انت بتحسها كل يوم. طيب يعني المفروض تعمل ايه؟ هات دايما عندك دفتر او كشكول، ودايما اكتب كل يوم المشاعر اللي انت بتحس بيها، خصوصا المشاعر السلبية. تفريغ المشاعر السلبية بالنسبة لك انك تكتبها، وانك تكون متصالح مع نفسك وفاهم نفسك كويس قوي، ده هيخليك قادر تفكر بشكل احسن، ده هيخليك قادر تتقبل المشاعر السلبية، ولو عندك مشاكل هتبدأ تدور على حلول ليها، وتبدأ ان انت تسعى انك تغير من نفسك. كمان بيزود ثقتك في نفسك وبيخلي افكارك واضحة، وكمان بينظم افكارك. وزي ما قلت لكم في الاول، الدايت مش مجرد ورقه وقلم، الدايت هو هدف وعزيمه واراده. ومش بس كده، كمان لازم تبقى مهيئ نفسيا وذهنيا ان انت ناوي تعمل دايت وان انت هتكمل عليه ومؤهل نفسك لكده. وصدقني كل ما هتلتزم وكل ما الوقت هيعدي وهتلاقي نفسك مستمر في الدايت، هتلاقي نفسك نفسيا بقيت احسن، هتلاقي نفسك مبسوط، فرحان بنفسك، فرحان بالانجاز اللي انت انجزته. هتحس ان انت ثقتك في نفسك بدأت تزيد وبدأت تبقى احسن، بقيت متصالح مع نفسك اكتر. هستناكم في الكومنتات تحكوا لي لو اتعرضتوا لحاجه من الحاجات دي وعملتوا ايه بالظبط، وهل عملتوا حل من الحلول دي ولا لا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. لو في اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس تحت.